المنتخب المغربي شأن بدر وتعليق الجميع اليوم بعد عدم تحقيق هذا الهدف وهذه البطولة الغالية جدا التي غابت ل50 عام وستستمر. صحيح. القرار لوليد الركراكي بعد عدم تحقيق البطولة، لأن ذكر البطولة أنا من سيأتي بها. طبعا اليوم طبعا كتبت للسنغال، كتبت للسنغال، يعني يعيش حالة إخفاق، لكن هل تكون عليها ترتبات؟ لا، يجب أن نقيم هذا الإخفاق. هذا السؤال. هذا الإخفاق في سياق البطولة، بمعنى أننا كيف قدمنا البطولة بشكل عام. لا يمكن أن أحاكم منتخب مغربي من خلال المباراة النهائية فقط. هل تؤثر على مدى أنا بقول إن حاكمت المنتخب المغربي أحاكمه من خلال البطولة برمتها. أنا أتصور لو كان هناك سيناريو خروج أفظع من هذا كنت سأقول لك على أنه بدون إطالة للوقت يجب الانفصال على وليد الركراكي، لكن ما أظهره المنتخب المغربي في هذه البطولة يستحق أن يستمر. لا يستحق، لأن أظهر المنتخب المغربي شخصية قوية لغاية كأس العالم، شخصية قوية خلال أنا القرار ليس بيدي، لكن أنا أقول من منطق المعايشة. نعم. من منطق المعايشة وليد الركراكي نجح في إعطائنا المنتخب المغربي بالصورة التي كنا نتمناها في مباراتي الكاميرون ونيجيريا. صابر. يبقى بالطبع أنا لو صاحب قرار في الجمعية المغربية لكرة القدم، الجامعة المغربية لكرة القدم، أنا سأبقي على وليد الركراكي على الأقل حتى نهاية كأس العالم، وبعدها سيكون لكل حدث حديث. يعني التقييم بعد كأس العالم لأن وليد الركراكي ما قدمه مع المنتخب المغربي لا يمكن أن تمحوه نتيجة مباراة أو حتى خسارة لقب. فتحي. لا بالطبع، لا بالطبع، واللي معناها كل ما بناه كرة القدم المغربية، وأنا كما قلت في أول حصة الكرة المغربية، المغرب في كوكب والبقية في كوكب آخر. مش نحكي على كأس أفريقيا فقط، أنا نحكي على معناها السن أقل من 17، أقل من 19، أقل من 23 في الألعاب الأولمبية 9 ملاعب عالمية. المغرب في كوكب والبقية في كوكب آخر. شكون اللي عنده مثل هذا؟ ثم نعتبره لأنه المغرب نظمة، لأنه طموحاته كانت كبيرة، وصل نصف نهائي كأس العالم، نعتبره أنه النهائي ينهزم في النهائي وأنها كارثة. معناها سامحني الحياة تستمر. الفريق المغربي ما شاء الله رينا اللاعبين ممتازين، رينا عندهم ثقافة الانتصار، رينا معناها كل شيء. معناها ما نجمش نولي نخاف نتيح فك المشاكل نتاع الفرق العربيه، اللي ريح صغير يجي يهد الدنيا بكل يهد. لا صحيح. المنتخب المغربي مش من مصلحه المغرب انها تتخلى على وليد الركراكي في هذا التوقيت، لانه رينا فريق جاهز موجود حاضر، كل عنده بصمه وعنده تقريبا تتفرش المنتخب المغربي يعمل كيف. معناها موجود الفريق المغربي ويتطور. اذا نعتبر انه لو يتقرر معناها قطع العلاقه مع وليد الركراكي، نقول وانه مع الاسف تكون كل الفكره اللي نحملها انا شخصيا على المغرب كهيكل معناها قوي وصامد وصحيح معناها بجذوره، تولي فكرتي تتغير، لانه مش هذا مش نتيجه هدف باش تغير استراتيجيه كامله. انا معك يا فتحي، لانه نعود الى المنظومه. يعني لما انا اشتغل بمنظومه بهذا الشكل صحيح. وعندما يعني نبني الاطارات التقنيه او الكوادر التقنيه بهذا المنطلق، فقرار الابقاء على وليد الركراكي او الانفصال عنه هو قرار يعني يستوجب جلوس الى الطاوله والتفكير مليا، لانه غيكون عنده قرار تداعيات عنده كثيره جدا. عندنا خبير حسام، قرارك في وليد الركراكي؟ لابد ان يبقى في المنتخب، لابد ان يبقى ويستمر. اقنعك المستوى ليس الفني؟ ليس الوقت خروج. نعم. كلمات